السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل لبن الرايب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا، من غير منفعة، من غير زبادي، من غير أي حاجة خالص. يدوبك هنجيب كيلو لبن، ومعانا طواجن فخار، أو مش ممكن طاجن فخار، ممكن كوبايات عادي أو أي حاجة عايزة تروبي فيها اللبن. وبنكون ندفي الطواجن دي حاجة بسيطة جدا على البوتاجاز، يعني دوبك نمسكها بإيدينا عادي، ما نمسكهاش بقماشة أو فوطة أو أي حاجة، ونحط في قلبها اللبن، ونكون مسخنين فرن البوتاجاز على درجة حرارة 150 لمدة ربع ساعة ونطفي عليه. أو ممكن طرفة من المطبخ مقفولة ما بنفتحهاش، نحطها فيها لمدة يومين أو 3 أيام بالكتير، ما بياخدش وقت أكتر من كده. هنا خلاص كان اتعمل معايا، قعد 3 أيام بالظبط، وكان معانا كده. شوف جاي متماسك ازاي وحلو ازاي، وعامل طبقة قشطة قد ايه. شوفوا طبقة القشطة اللي عليه قد ايه، طبقة كبيرة جدا. طبعا لو عايزة تشيليها وتعمليها سمنة بتشيليها، عايزة تاكليها براحتك. حاجة طعمها حلو جدا وخفيفة جدا على المعدة، وبتهدي المعدة جدا، زيه زي الزبادي بالظبط. حاجة كده سهلة وبسيطة في رمضان. ياريت منسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش بتعليقاتكم.